بنبدأ السنة الجديدة بحماس رهيب جدا 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 وطاقة وشغف رهيبة، وبنحط خطط وجدول كبير جدا. طيب بنمشي عليه يومين اتنين، بعد كده انا ما بفتكرش ان انا عملت الجدول الا لما بشوفه بالصدفة. بلاش تبدأيها بالخطط المكعبلة والجداول اللي ما بنفتكرش ان احنا عملناها غير وهي محطوطة في الدرج او على المكتب. عندك اهداف نفسك تحققيها، عندك احلام وطموح كبيره جدا، ولكن الواقع اللي انت عايشه فيه بيتعارض تماما معاها. فحرفيا اللي هيخليكي تقدري تنجزي وتعملي اي حاجه من الحاجات دي هو صباح الفل عليكم. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم يا رب. ان شاء الله السنه دي تكون احسن من اللي فاتت، وتكون فيها انجازات اكتر من اللي فاتت، وتكون فيها دروس احسن وافيد من اللي فاتت. اي نعم الدروس ما بتجيش بالساهل، بس بتضيف لحياتك قيمة، وبتكون ليها أثر كبير جدا عليكي وعلى شخصيتك وعلى عقليتك، وطبعا كل ده بينعكس على حياتك. أنا سن صغير على إني أدي نصيحة لحد، أو إن أنا أتكلم في حاجة مصيرية لحد، أو إن أنا أحط خطط لحد. لكن نصيحة ما بتاخديها من حد سبقك بدرجة أو وقع في نفس الفخ قبل ما أنت ما تقعي فيه، بتكون حاجة كويسة. السنة الجديدة إن شاء الله بلاش تبدأيها بالخطط المكعبلة والجداول اللي ما بنفتكرش إن إحنا عملناها غير وهي محطوطة في الدرج أو على المكتب. بنبدأ السنة الجديدة بحماس رهيب جدا 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 وطاقة وشغف رهيبة، وبنحط خطط وجدول كبير جدا. طيب بنمشي عليه يومين اتنين، بعد كده أنا ما بفتكرش إن أنا عملت الجدول إلا لما بشوفه بالصدفة. وتبدأ العشوائية في التسويف، في التراكمات، في الكسل، في المشاكل، حاجات بتخسرك حاجات كتير. نصيحة أنا جربتها، بما إن عندك التزامات كتير جدا، لو كنت بتدرسي أو عندك بزنس أو صاحبة بيت أو عندك أي حاجة مطلوب منك كذا حاجة في يوم، عندك أهداف نفسك تحققيها، عندك أحلام وطموح كبيرة جدا، ولكن الواقع اللي أنت عايشة فيه بيتعارض تماما معاها. فحرفيا اللي هيخليكي تقدري تنجزي وتعملي أي حاجة من الحاجات دي هو روتين ثابت تلتزمي بيه، مش مجرد كلام مكتوب على ورق، ولا خطة مرسومة، ولا جدول انت حاطاه وما بتلتزميش بيه. الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. روتين ثابت، تبقي عارفة من بالليل انت الصبح هتعملي ايه، صاحية محددة خلاص اللي وراكي، النص ساعة، الربع ساعة، الدقيقتين بيفرقوا. مطلوب منك بيت، أسرة، التزامات ومسؤوليات، مطلوب منك بزنس تاني، مطلوب منك حضور فيه، مطلوب منك شغل خاص بيكي المفروض تكوني فيه برضه، تذاكري، تنجزي في حاجات، تشتغلي، عندك طموح، بتدرسي في حتة معينة. كل ده مش هتقدري تحققيه ولا تنجزي فيه حاجة طول ما انتي مش ملتزمة، طول ما انتي بتحطي خطط وما بتلتزميش بيها وما بتمشيش عليها. الحماس في البداية ملوش تمام، هو كويس وبيخلينا نتشجع ان احنا ندخل الجدول ونبدأ السنة الجديدة بكل طاقة وشغف، والخطة بكل طاقة وشغف، ولكن عدم استمرارنا عليها او المشاكل اللي بتحصل بعد كده بتيجي عدم التزامنا، بيجي التسويف، تمام، ونركن حاجات على حاجات على حاجات. فجأة الحاجات البسيطة لو بدأت ببصي بقول لك بايه، حاجه بس بسيطه جدا جدا جدا. يعني ابسط مثال من البيت، مثلا من البيت، لو انت ست بتشتغلي، انت تمام النهارده والدنيا زي الفل وبيتك زي الفل ومفيش اي حاجه متكومه ولا وراكي شغل، اقول لك على حاجه، النهارده كسلتي تحطي دوره في الغساله مثلا، كسلتي تحطي دوره في الغساله ونزلتي تجري على الشغل بسرعه، جيتي اخر مثلا بعد شغلك ما انتهى تلحقي تعملي غدا، طبعا ما لحقتيش تحطي دوره وكسلتي تنشري الدوره اللي اصلا كانت من امبارح، تمام. فجاه لقيتي نفسك اللي هو بقى في حاجه موجوده وانا كسلت احط حاجه تانية، خلاص بقت الهدوم بتزيد، تمام، واللي على الحبل موجود، وبقى فيه خلاص حلقه لا تنتهي من الهدوم. ده ابسط مثال حرفيا، والستات البيوت اللي عندهم غسالات اوتوماتيك فاهمين الكلام ده كويس. حرفيا حلقه لا تنتهي، بقى في عندك هدوم في الغساله، هدوم قدام الغساله في السبت، وهدوم المفروض ان هي بتطبق، ومفروض هدوم على الحبل بتنشف، وهدوم تانية عايزه تتنشف. كل ده ستات البيت فاهمينه وعارفينه كويس. فلو كومتي حاجه وكسلتي عن حاجه او ما التزمتيش بيها، صدقيني هتجيب عيالها وتيجي. حاجه تانية، ان احنا مثلا لما بنسقط حاجه من ضمن الجدول بتاعنا، بنقول مثلا بلاش دي النهارده، بلاش دي دلوقتي،
صدقيني هتجيب لك مشكله وتيجي، او هتلاقي التقصير غطى على حاجه تانية وحصل مشكله او حصل خساره في حاجه تانية. فاللي دلوقتي تقدري تلميه بايدك تمام وكسلتي عنه، بعد كده مش هتقدري تلميه اصلا حرفيا، ولا في حاجه هتغطيه. فقولا واحدا تمام، حاجه في الدنيا عايزه تحققيها وتنجزي فيها، تلتزمي بالروتين اللي انت حاطه لنفسك والسيستم اللي انت ماشيه عليه. يعني مثلا انا اول ما بصحى من النوم انا عارفه ان انا لازم اصحى بدري، لان يومي قصير جدا، يوم الشتاء قصير، ما اقدرش انجز، ما اقدرش اخلص فيه كل الالتزامات اللي ورايا، ولازم حاجات هتتكون مني غصب عني تاني يوم. فتاني يوم مطلوب شغل تاني ومطلوب نفس الروتين الشغل اليوم التاني، فاصبح ان انت كونتي حاجه على حاجه على حاجه. على اخر الاسبوع هتلاقي عندك هم وجبل كبير جدا من الحاجات المركونه. فاول حاجه تصحي بدري، اصحي بدري حرفيا. اليوم اللي بتصحي فيه بدري فيه بركه كبيره، اقسم بربي انا ما حسيت بيها. كان كل الناس بتتكلم عنها، انا ما حسيت بيها الا لما فعلا بقيت اعملها. هي بتبقى صعبه في البدايه، ولكن بتتعودي وتظبطي الساعه البيولوجيه في مخك، تلاقي عينك فتحت لوحدها. انت عارفه انت وراكي ايه. تلتزمي اول ما تقومي، قومي من على السرير، ما تمسكيش الفون، ان ده فخ بنقع فيه كلنا. اول ما عيننا بنفتح بنمسك الفون، نشوف ان ايه اللي حصل، نشوف الدنيا فيها ايه، اتفقد اشعاراتي، اشوف دنيتي. لا، اول ما تقومي عينك تفتح، شيلي الغطا، قومي من على السرير، اتوضي، غسلي، صلي، بعد كده شمي نفس واستمتعي بهوا ربنا الجديد. احمدي ربنا على اليوم الجديد والصباح الجديد، وعينك اللي فتحت على يوم جديد وانت بصحه كويسه وحياتك مستقره ومفيش اي مشكله في حياتك. احمدي ربنا على اليوم الجديد. هي نعم الموضوع ده بيجيب برد بس حلو. يعني انا بحب ان انا اول ما بصحى ببص في البلكونه، اشم هوا ربنا الجديد، اشم الهوا الجديد اللي محدش لسه شمه. مثلا الساعه 5 الساعه 6 اخش اشوف بيتي. اول حاجه مطبخي تمام، بعد كده خلاص صليت خلصت، اخش اشوف مطبخي بقى، الدنيا تمام، جهز فطاري، يجهز، فتجهزي فطاري، يبقى الفطار جاهز. بصي اقول لك على حاجه، اول حاجه تعملي حسابها في بيتك، خصوصا لو انت عندك اولاد وزوج بيروح شغل ويجي، استبنك دايما الاكل. بصي ما دام في اكل في البيت انت مطمنه، انت كده ايه، عندك حصانه. فما تقلقيش اي حاجه تتكحرتي فيها في يومك، او اي حاجه تسحلك في يومك تتاخري فيها، ما دام في اكل في البيت، ما دام انت عامله حساب ان في اكل والدنيا تمام، خلاص ما تقلقيش. حضري فطارك، جهزي الحاجات اللي هي المفروض اول حاجه هتطلب منك. بعد كده ابداي شوفي طبعا الباشا الغساله، دوري عليها شوفي فيها ايه، الكلام ده كل ده حرفيا مسؤوليتك بيتك كلها. لو صحيتي بدري تقدري تنجزيها في 3 ساعات. 3 ساعات تبقي فنشتي الدنيا. انا بطبخ الساعه 7 الصبح، ممكن اعمل محشي الساعه 8 واخلص الساعه 9. خلاص انا طبخت، خلصت بيتي. بعد كده دوري بقى على الحاجات اللي المفروض تعمليها، مثلا جهزي في هدوم جوزك، مثلا جهزي لبس اولادك. طبعا عيالي الحمد لله ان هم يعني بيحبوا الصحيان بدري جدا جدا. انا ما اشوف ده هيكبروا هيعملوه ولا لا، بيحبوا الصحيان بدري جدا. اول ناس تبقى صاحيه ونشيطه. خلصي التزامات بيتك واولادك وكل ده، كل واحد بيشوف هو رايح فين، اللي رايح مدرسته، اللي رايح حضانته، واللي رايح كذا وكذا، واللي رايح شغله. بعد كده انت بقى بتنزلي تشوفي شغلك. انا عندي 2 بيزنس، يعني بنزل اشوف محلي اللي انا قاعده فيه دلوقتي هو بمجال معين، شغل معين، اشوف النواقص، اشوف الدنيا فيه ايه، اخلص لميعاد معين. بعد كده بروح على شغلي انا بقى، شغلي الخاص. بنزل اروح اشوف الدنيا فيها ايه، وعندي لو عندي حجوزات، لو عندي سيشنات كتير وعندي حجوزات انزل اخلصها. في نواقص في شغلي، غير ان انا بدرس جنب شغلي، بدرس حاجه خاصه بالمجال. فكل ده ان ما حطيتيش جدول ثابت انت تبقى عارفه ان هو لازم يكون ثابت وتلتزمي بيه، صدقيني مش هتقدري تحققي اي حاجه. السنه الجديده هتعدي عليكي مرور الكرام زي اللي قبلها، وبكل الاهداف اللي انت حطاها ولسه ما قربتيش ناحيتها. ان ما كنتيش تلتزمي وتحطي لنفسك جدول وتبقي عارفه ان انت المفروض تمشي عليه، صدقيني مش هتنجزي اي حاجه. والطموح والاحلام والاهداف وكل ده هتبقى مجرد توب متعلق على الشماعه، ما بينزلش ولا يتلبس. فعايزه تلبسيه وتبداي تشتغلي فعلا وتكوني قده، لازم انت جواكي تحسي بالالتزام ناحيته، ناحيه بيتك، وتقدري حجم المسؤوليه اللي انت حابه تكوني فيها، وتثبتي ده فعلا، مش بس مجرد الكلام. هو نعم الموضوع بيبقى مجهد وصعب جدا علينا كأمهات للبنات،
يعني مثلا لما بشوف بنت تحس بالصعوبة جدا والكارير والوضع صعب والدراسة ولا لو معاك عيال بقى تعملي ايه؟ ولو بتربي ولاد حطي تحت ولاد دي 100 خط وخط. واللي بتتفرج وعارفة وعندها ولاد عارفة انا بتكلم عن ايه كويس. لو انت عندك ولاد مطلوب منك مذاكرة والتزام، وخصوصا تربية الولاد لوحدها حطيها في كورنر كده. اسكت عشان انا هعيط. حطوها في كورنر لوحدها لو عندك ولاد وزوج بيروح شغل ويرجع، وعندك شغل ما انت التزمت انت حطيتي نفسك فيه، ما ينفعش تسيبيه وتتخلي عنده ولا توقعي. انت بنيتي حاجه انا ما اقدرش ان انا اسيبها تقع تاني. ما دام انت عارفه ان انت هتقصري يبقى ما كنتيش تبدايها من الاول. بداتي حاجه وحققتي فيها نجاح يبقى لازم تحافظي على النجاح ده وتلتزمي بيه. ودي في حد ذاتها اصعب من النجاح نفسه حرفيا، انك تثبتي على الوضع والنظام اللي انت حطيتيه والدرجه والمستوى اللي انت وصلتي له. دي في حد ذاتها حاجه صعبه جدا، بالاضافه انك تضيفي حاجه جديده بقى لحياتك وتضيفي مسؤوليه جديده ليكي. انا كنت نزلت فيديو قبل كده ان 2026 جايه بدون ترتيبات وبدون اي حسابات وبدون اي تخطيط، جايه ومعاها احلام. يعني هي جايه لي كده وبتقولي يلا يلا خشي بقى. وتوافقت فرصه سبحان الله ان هي تجي لي كده على طبق من فضه في منحة. النقابة بتاعت شغلي قدمتها فجأة، أنا قدمت فيها من باب الصدفة اللي هو يلا نشوف هتعمل ايه. قالوا لي تم قبول. أنا الخبر ده جاي لي وأنا كنت واقفة في وسط ناس وبتكلم وكنت في سيشن. أنا حسيت إن أنا دماغي هرتلت مني مش مركزة خالص من الفرحة. اتشوشت. تم قبولي. وكل حاجة بتتفتح مع بعضها ليه؟ البيبان كلها بتتفتح فجأة ليه؟ ازاي؟ طيب زي ما بتقولي ايه يعني؟ خلاص انت كنت بتحلمي وبتسعي وبتجري وبتعيطي في كورنر لوحدك ان مفيش ولا فرصه راضيه تتحقق تتوفق. لما الفرص اتوفقت هتكوني قدها. اثبتي ده بقى. الله المستعان. عايزين تحققوا اي احلام في حياتكم، عايزين تحققوا اي حاجه في حياتكم، اعملوا لنفسكم روتين وتبقوا عارفين ان انتوا بتحطوه لازم تلتزموا بيه. شوفي بقى انت حابه تحققي ايه ومطلوب منك ايه وايه اللي المفروض تلتزمي بيه في يوم.